هلو يا فنانين، تعالوا نتكلم عن المنظور. والفكرة من المنظور اني بتعلم ازاي ارسم زي ما عيني شايفة، مش زي ما هو بيحصل في الواقع. اول حاجة خالص لازم اعرف ان في حاجة اسمها نقطة تلاشي. النقطة دي هي ابعد حاجة عيني بتوصل لها، واللي بتكون النقطة دي عندها الاحجام او الاجسام كلها بتتلاشى وبتصغر وبتختفي. هي ابعد نقطة انا شايفها بعيني. من النقطة دي بيبدأ يخرج خطوط، الخطوط دي بقدر أرسم عليها وأشوف عليها الأجسام في الطبيعة. تعالوا نتخيل العمارة دي على أنها كيوب، وأبدأ أخرج من نقطة التلاشي الخطوط بتاعتي، وأبدأ أشوف الكيوب ده هيظهر معايا بشكل عامل إزاي. هتلاقوا إنه كل ما خطوطه تقرب من نقطة التلاشي كل ما الكيوب أصبح أنحف، أصغر، أضيق، whatever، يعني حسب الجسم اللي احنا بنرسمه. طيب دلوقتي هنبدأ نرسم كيوب كمان أو عمارة أبعد شوية، وهنكتشف إن العمارة دي برضو حجمها بقى أصغر، لأن هي بعدت عن النظر بتاعي، فأنا بدأت أشوفها أصغر. بتروح كل ما تقرب الأجسام من نقطة التلاشي كل ما بتكون أصغر وبتختفي خالص، أو تبقى صغنطوطة جدا ما بقدرش أشوفها بشكل كويس. زي اللي هنشوفه على الجسر ده دلوقتي، من نقطة التلاشي بتخرج خطوط الجسر. بس هل الجسر فعلا بيضيق كل ما بيبعد عني؟ لا، الجسر خطين متوازيين عادي جدا ومكملين للاخر بنفس المستوى، لكن انا عيني بتشوفه كده وانا برسم بالمنظور اللي عيني شايفاه. تعالوا نجرب لقطة كمان. لو حبيت ان انا اشوف شارع، خلينا مركزين قوي ان الاجسام كل ما بتبعد عني كل ما بتكون اصغر وبتختفي عند نقطة التلاشي او بتتلاشى مع نقطة التلاشي او نقطة الهروب، حسب انتوا هتسموها ايه. ومن نقطة التلاشي دي هبدأ أخرج الخطين اللي أنا شايفة فيهم الشارع. الفكرة أنا واقفة فين، أنا مكان الناظر أو المستوى النظر بتاعي. أنا تقريبا واقفة على أرض الشارع وببدأ أشوف الشارع لآخره جوه، لحد ما أوصل لآخر نقطة في الشارع. لأن العناصر بما فيها العماير، الأشجار، الأشخاص، العربيات، كل حاجة في المنظر اللي قدامي كل ما بتبعد عني كل ما بتتلاشى مع أو بتهرب مع نقطة الهروب. تمام كده. طيب هبدأ ارسم الكيوبس بتاعتي او العماير بتاعتي، وابدأ اشوف العناصر اكتر، وهبدأ اجسم كل عنصر وكل جسم لوحده. هكتشف ان انا ما ينفعش ارسم حاجة بعيدة على انها كبيرة وحجمها واضح بالنسبة لي، وكمان تفاصيلها واضحة وكل الحاجات دي. طبعا الهاند رسم والمنظور في الهندسة غير المنظور والرسم في الرسم الحر بتاعنا. الفكرة من المنظور اني بتعلم منه اساسيات مهمة جدا في رسم اللوحات بتاعتي ودراستي للمناظر الطبيعية للتكوينات في الطبيعة الصامتة، واكتر من كده بكتير. تعالوا نشوف اكتر عشان نأكد على فكرة ان العناصر بتصغر كل ما بتبعد عننا. وطبعا اتجاهات الظلال والاجسام فوق مستوى النظر، تحت مستوى النظر. البحر بالنسبة لي هو المكان اللي أنا واقف عليه، أو في نفس مستوى الأرض اللي أنا واقف عليه، فده تحت مستوى النظري، والسماء فوق مستوى النظر. نفس الفكرة بالظبط على الترابيزة، فوق مستوى النظر تحت مستوى النظر. هشوفها ازاي؟ لو انا قاعد على الارض فانا هشوف الترابيزه من تحت، وده هيكون مستوى نظري. لو انا واقف مثلا والترابيزه انا اعلى منها فهيكون مستوى نظري فوق، وهبدا اشوفها من فوق. نفس الفكره بالظبط هنطبقها على كل الافكار وكل العناصر. خلينا نشوف دروس اكتر للمنظور في كورس اساسيات الرسم الاكاديمي، وكمان على اليوتيوب. ما تنسوش انا اسراء مدربه فنون، وكمان صاحبه كتاب الظل والنور. استنوا منه الجزء التاني.